مرحبا بكم. أنا ياسر جرادي من تونس، نحكي معاكم من منصة برزخ. أنا فنان تشكيلي، درست النحت في المعهد العالي، ثم من النحت مشيت للموسيقى، للسينما، للمسرح، برشا تجارب فنية ومارستها حتى لين حط بي الرحال في الخط العربي. احنا كنا درسنا الخط العربي في معهد الفنون الجميلة، لكن فما خط معين ما درسناش اللي هو الخط المغربي. لما كملت دراستي رجعت في مركز لفنون الخط في تونس ودرست الخط هذايا. تأثرت بالعديد من الخطاطين، من القدامى، من ابن البواب حتى للمجددين كما نجاي المهداوي في تونس. لما تشبع من روح الخط العربي خلق صور تشكيلية، خلق قصص تشكيلية، خلق أشعار تشكيلية من روح الخط العربي. أنا هذه الفكرة اللي مشيت فيها، أني بعد ما درست المغربي بديت أتجول معه في طرق جديدة، في ثنايا جديدة، في مغامرات جديدة، لأنه أنا في القرن 21 لا يمكن أن أنتج نفس ما أنتجه الخطاطين القدامى. أنا نعبر على الوقت بتاعي من تقنيات، من جماليات. فبدأت رحلتي مع هذا الخط اللي هو الخط المغربي منذ تقريبا 20 سنة.